السلام عليكم. المساحة الصغيرة مش عذر إن ما يكونش عندك نباتات في بيتك. أهلا بيكم. عمركم فكرتوا إنكم يكون عندكم بيت بمساحة صغيرة بس نفسكم يكون عندكم نباتات كتير؟ لو الإجابة أيوة فأنتوا في الفيديو الصح، لأن النهاردة هوريكم حل بسيط ورخيص ومناسب للمساحات الضيقة، وهو الزراعة الرأسية الفيرتيكال. الفيرتيكال معناه إننا نزرع الأعلى بدل ما نزرع الأرض، وبكده نقدر نزرع نباتات كتيرة حتى لو المساحة محدودة. النهاردة هعمل نظام زراعة رأسي بسيط لزراعة الكيل والفلفل، والأجمل إن كل ده هيكون من حاجات معاد تدويرها زي ما اتعودنا: جالون وكوباية بلاستيك. مستعدين تشوفوا الطريقة؟ يلا نبدأ على طول. أول حاجة هنحتاجها كوباية بلاستيك مستعملة وجالون فاضي وماسورة بلاستيك وتربة للزراعة. وأول خطوة بنعمل ثقب في أسفل نص كوباية على قد مقاس الماسورة. بعد كده بنعمل ثقوب صغيرة في الكوباية من تحت علشان تصريف المية، عشان نبعد عن تعفن الجذور. بعد كده بنركب الكوبايات على الماسورة بشكل متبادل من تحت لفوق، والسبب مش بس عشان الشكل لكن كمان عشان النباتات ما تتنفسش على الشمس. أنا استخدمت تربة فيها مادة عضوية كومبوست لأنها غنية بالمغذيات ومفيدة للنباتات. بعد ما برج الزراعة بقى جاهز نبدأ نزرع. وبعض الأكواب زرعت بذور الكيل وهي من عائلة الكرومب، وهنا في إندونيسيا بيعملوا منها سلطة وشيبس وعصير. اكتبولي في التعليقات اسمها إيه في بلدكم. وفي القصيص نقلت شتلات فلفل جاهزة. وآخر خطوة مهمة جدا: نسقي النباتات كويس علشان تتأقلم وتنمو صح. دي كانت طريقة بسيطة لعمل قصيص زراعة رأسي من الجالون والكوبايات المستعملة. أتمنى الفيديو يكون مفيد لكل اللي عنده مساحة صغيرة ونفسه يزرع. ولو عندكم أفكار لمشاريع زراعية تانية تحب أجربها اكتبولي في التعليقات وأنا أكيد هقراها كلها. وطبعا زي ما كل مرة بقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان نكمل مع بعض. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.